أهلا بكم. قصة جديدة لعائلة كردية فيلية أخرى عانت من الظلم والجور والألم في زمن النظام البائد. ضيوفنا بهاي الحلقة هم أبو صالح وزوجته أم صالح. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. تعرض أبو صالح للاعتقال مع أشقائه الثلاثة في منتصف سبعينيات القرن الماضي. كون كردي فيلي جعل متهم حتى تثبت براءته في أعين حزب البعث المجرم، لذلك تم تعذيبه كثيرا في سجون النظام البائد. سجن مرتين 75 79. ليش السجن؟ أولانية ليش سجنوني؟ لأنه هذول جماعته كانوا جلسوا أنا إذا أشتغل يا باقر سفر. إجا واحد صديقه من أخوان السنة اللي قال له باقر سعيد الربان صاحبكم ملف مالتكم سلمه اللي شو اسمه رئيس المحكمة ذاك الوقت علي رضا باوة انحرب. خوي انا كنت من كنت جاله لندن، ابنه كان بلندن. اجوا علينا يلزمونا وين باقر ربان؟ قلنا له باقر ما شو ودونا جسد اول ولا جسد بتاوين، وبعدين ودونا سجن او شو اسمه فضيلي. هناك كان موجود الله يرحمه عارف البدري، ضياء القبانشي، ضياء وش اسمه ابن قبانشي، كانوا موجودين هذول من حزب الدعوه. طيب السجن الثاني؟ السجن الثاني اجوا احنا رجعنا ليش اسمه رجعنا من السوق نجي للبيت شفنا داير مدار بيتنا كلها من سيارات استخبارات واحنا ما نفهم مال وزاره الدفاع عنا تقريبا 20 سياره ما نجي. احنا فكرنا اكو واحد قوميه العربيه مقابل بيتنا جايين على هذا. صار الساعه 2 ساعه دقوا الباب مالتنا، فكينا الباب 4 طبوا 2 ساعات فوق واثنين جوا وانا بالباب. سالوا من عندنا وساعدوا فوق كل شيء من لقوا من عندنا. ابويا شايب جاب لهم قران قال له انتم شو تريدون من ولدي؟ قالوا له ولدت ايرانيين اصل اكراد فيليه اكم تعاون ويا حزب الديمقراط الكردستاني وحزب الدعوه يجمعون فلوس اراد يدزوا لهم اياه لهناك. انا واخوتي اني 2 اخوتي 3 وياي. حجي حميد الان صار حجي حميد علي غلام كلبته سوونا انا هيك انا بوحدي هذول 3 سووا ودونا وزاره الدفاع. وزاره الدفاع هناك بعد تدري سوونا سووا بيها اول بالبانجا بعد شو اسمه القنفات ماكو خلوا جريده ومن انا حرق جسمي كله. 10 ايام بقيت انا ما اقدر ادوم. بعد 10 ايام نقلونا وين؟ للسجن رشيد. اجاني واحد من البعثيين قال لي انت ليش ما تعترف؟ انت شاطر. قال اخوتك محترفين الاستحقاقك فلان نعمه فتاح ولي ملك ميرزا نور الله الرسول حاج محمد فتار واندوجي. هات فتار واندوجي كانه كل الشغلات وفلوس ينطوك لك انت تنطيه. بعد اني سجن 10 ايام نقلونا السجن معسكر رشيد. الله اكبر.
طبينا بالغرفة 13 واحد من القوميات قاعدين بي، 13 نفر من غرفة صغيرة 12 متر. شوف تدري عندما قعدنا هناك. بعدين كل يوم الصبح يجوا يدزون على 20 نفر يودون للإعدام. رئيس المحكمة ذاك منو؟ مسلم هادي وطل الشيعي من على الحلة. إعدام يسوون. احنا بقينا معي 9 أشهر بقينا. دزوا علينا الصبح اجا مراد فارس محمد وجماعته، حضروا باكر نوديكم للمحكمة. انا ما نمنا، كلنا ما نمنا، كل شيء ما كان. الصبح الساعة 4 اجوا سيارات ودونا نقلنا للمحكمة بالكرادة. تقريبا وصلنا 4:30 5 هيجي. ذاك دياكم قسم اكمل اعدام، شان كان حتى الموت قسم. تقريبا ساعة 5 صار طب صدام حسين قال من ذاك الشخص فقعد قبلي كلهم اطلع صار بمناسبة عيد المبارك طلعونا بدون اي كفالة وكل شيء. جينا جابونا بعثيين قالوا لنا تروحون هناك الى نسمع تأتون ايش يسوون بينا وسووا بكم هيك وهيك، لو تروحون بالسماء شوفون هذا نزل. انا من هيك خلاص. ورا ذاك اجوا سفرونا. آثار التعذيب على جسد أبو صالح بعد خروجه من السجن بعدها محفورة في ذاكرة أم صالح، ما نستها ولا راح تنساها. بالليل اجوا طوقوا الفرع، احنا فكرنا ذول غير ناس، اثار طلعوا إلنا. صار بالوحدة بالثنتين هيك احنا ونايمين، اجوا طوقونا بالأسلحة فوق راسنا لزموا، اخذوا 4، هم حج مراد وهم حج غلام وحميد وعلي الله يرحمه، وسعيد هم كان صغير بس ضميناه فاخذوا 4. يعني حج مراد حتى اصدقاء وصلوا للإعدام، بحيث من رجع هسه من كان هو يحكي كتب ودي اجي احكي. حتى وركه كان بالكهرباء منتول، القمل على هدومه كان يعني متروس من جابوا لنا اياه. ملابس اللي وياه كان شتاء، هو متبرع من طين ذول اللي بالسجن بقوا. فورا مده بعد صارت التسفيرات. من اجوا خذوهم. اي الحج تقريبا بقى شهر. لا بس هو اخوانه ورا يوم رجعوا. بقى شهر. اي هو بقى شهر. هذا شو التفصيل تسووا فيه؟ لا اصلا، بس قالوا لنا الله يرحمه حمايه اللي توفى اخو حميد اصغر منه، قال لنا قالوا بغرفه بصفنا كانوا يحس عياط مال النساء، كانوا يقولون لنا انتم قولوا الحكي الصح لان ذولا خواتكم ومرت اخوك جايبيهم ليعذبوهم، فكل ما انتم حكيتوا الصحيح ذولا بعد ما يتاذون اكثر. فهو ما راضي، الله مقنعه، قايل ما يخالف، مثل ما انا بدي اقول الصحيح اقول. هو ما عنده شيء. بس بعد هم صلوات ثاني يوم هم طلعوا، بس الحج بقى شهر تقريبا، بحيث لما اجى حتى القمل على ملابسه كان. اليوم اللي لزموا احنا، اليوم اللي طلعوا انتهى ابني مثل الملابس اللي علينا ظلت علينا. الصبح امهم كانت تطلع للأئمة والعصر ترجع الله أكبر من حالها. تتذكر أم صالح معاناة والدة زوجها في فترة اعتقال أبو صالح. تتذكر أيضا فرحتها لما رجع للبيت بعد إطلاق سراحه. الله أكبر، الله لا يراويك. العصرية ترجع الصبح غبشة تطلع ويا والدتي للأئمة كربلاء والعباس والحسين والنجف والكل، والعصر ترجع للبيت تلزم التنور، تشبق التنور وتندعي، الله لا يراوي أي أم هيجي. هاي مصيبتها كانت الأم. تسمعين دعاء؟ أي شلون ما أسمع. كانت تقول بس الله يرجع لي أولادي، ابني يرجع لي بالسلامة، واللي وياها ملزومين، فبعض منهم هم انعدموا ترى من صدقانه. تذكرين يوم رجعتي من السجن؟ اي والله بعد فقدنا، ايش احكي لك عليه، فقدنا صنفد مره فقدنا.
من عندنا اللي تخربط، ومن عندنا اللي من شفنا مأساته وشكله غير هواية متغير، واللحية هواية تأذينا. والأقرباء بيتنا كان متروس من الأقرباء والعالم والجوارين من فرحتهم من شافوا ورجع سالم. ما انتهت معاناة أبو صالح مع إزلام البعث بعد خروجه من السجن، بل كان هو أحد ضحايا اجتماع غرفة التجارة الشهير. تم تهجيره إلى الجمهورية الإسلامية، وبعدها بفترة قام نظام المقبور بتهجير باقي أفراد عائلته أيضا. أنا من جاء حكم البعث 1970 قسم من الأكراد الفيلية سفروهم، 80 هم إجوا، القسم الآخر سفروهم. القسم الآخر تجار وعدم جناسي. إجا صدام حسين سووا فيلم، قال سوونا دزنا لغرفة تجارة بغداد، قال يا أبو تعالوا مسوين أساية، أنتم تجيبون استيراد وما استيراد. أنا رحنا 700 تاجر راهوا أكراد فيليو حقيقة شو اسمهم ويانا كربلاء ونجفي. ليش قعدنا رئيس جمهورية ما إجا قالوا يابا خلينا نروح رئاسة الجمهورية. جابونا السيارات، من هاي السيارات إيرانية كانت عندهم أمانات. رحنا ساعدنا سيارات لهناك، رحنا بالطريق فدوا شايب ويانا أبو عمامة قال لي يابا أنتوا وين ودونا؟ رئاسة الجمهورية الصفحة، أنتوا ودونا صفحة آخر. قال له اسكت لا تحكي. ودونا الأمن العام، سألوا من عندنا وقتها مدارك مالتنا، تحقيق سووا. صار تقريبا ليل، جابونا السيارات حدود عراقية الإيرانية قصر شيرين، قالوا ليل تقريبا صار، قالوا هذا روحوا لهناك هذا ملك مالتكم. اجوا تجار ورحنا لهناك، وصلنا هناك الصبح. اجا صبح صار هناك، اجا رئيس وزراء العراقي كان وزير خارجية ماله ورئيس غرفة التجارة مالته. سألوا من التجار شكواتكم وش تجيبون هنا؟ كل واحد انتهى تقرير ماله، نقلونا للكرماشان، ومن الكرماشان بعدين جينا الطيران، كل واحد انتهى ورقه. انت وين تجيب جنس داسكاهات، وين تجيبون؟ نجيبون ايش اسمه انتهى جرين كارد. رحنا لهناك المانيا، قسم عندهم شو اسمه مكان يجون بغداد، مسوي فتح اعتمادي هناك، قبول دولة الجمهورية الإسلامية قبول، رجعنا إيران. أنا شخصا مالتي جبتني الإيلام. من جاك التنبيه انه تجون لغرفه التجاره بغداد، تعالوا عامة سووا لي الخول. حسيتوا كل لعبه بالموضوع لو لا عادي؟ والله قسم حسوا. أنا ابن أمي إسماعيل الجابري سحب مجا، قال لا تروح، قلت له أنا نروح. هواية مجوا، هواية 700 واحد إجوا من كل المحافظات، يعني محافظة كربلاء، نجف، بغداد، كوت، هذول البيكرات في العرب إجوا سفرونا. جينا لهناك اشتغلنا، هذا ما عندنا شغل، صارنا معامل عندنا واشتغلنا الحمد لله زين. بعد بغداد احنا من كنا هناك صدام حسين اجى للحكم، سفر قسم الاخر من الاكراد الفيليه. اولا كل شيء ما سالوا من عندنا، انتم ايرانيين واخذونا اللي عندنا الجناسي وكارت غرفه التجاره يسموه، كله اخذوه خلوه بالشزمه، لهسه بعد ما حد ما ادري وين راحوا. زين، حجزتوا قبل ما تسافرون، حجزوكم بتوا بالامن؟ لا جابونا قد صار ليل، بعد قالوا لنا جابونا هاي السيارات وجابونا المر شو اسمه، قالوا لنا هذا شوفون هذا روح، هذا مملكه مالتكم. هاي اول وهاي تالي، كل شيء مفتوحنا منهم. احكي لنا عن احساسك من ودوكم وصلوك وقال لكم ذيك شي روحوا له. ايه ايش حسيت؟ عائلتك راح تشوفها بعد؟ لا، ايش حسيت بوقتها؟ لا، ما حد يهسي يشوف عائلته كذا. بس احنا ايران سووا تعاون ويانا من العراق، من سفرونا، من يبي يشوف عائلته بعد؟ وين واحد يشوف عائلته؟ بعدين انا خابرنا، عندنا قرايبنا هنا، خابرنا قلنا احنا وصلنا فلان مكان باللسان مالتنا، الحمد لله احنا سالمين، وصلنا فلان مكان. رحلة التهجير القسري إلى الجمهورية الإسلامية ما غادرت ذهن أي كردي فيلي مهجر. التفاصيل الصعبة واللحظات المرعبة ظلت ساكنة بنفوس ووجدان كل المهجرين في زمن نظام المجرم صدام حسين. احنا حسينا نبهونا من اصدقائهم، قالوا ترى اكو تسفيرات، يمكن يشملكم انتم هم التسفيرات.
فإحنا تحضرنا. مثلا عندنا الله يرحمه أبوهم كان يكبر خرفان، اجينا خروفين ذبحنا ذبايح اثنيناتهن وركبناهن وسويناهن أكل وحطيناهن بالفريزر، فريزات بغداد كبار. كليشة سوينا 10 كيلوات هم حطيناه بالفريزر، قلنا أخاف نتسفر. فمن زوجي راح بعد ما كنا ندري ايش صار بيش ما صار بي، فاحنا تهيأنا نفسنا. لما فد يوم دقوا بابنا طلعت حماتي برا، قالوا سألوا اسمها فخرية فارس محمد، قالت بلي اني. قالوا انتم ذابين على معاملة شهادة جنسية، فتحضروا بدون زحمة لما هسه يجون عليكم. ورا شوية راحوا، ورا شوية من جدة جوي علينا. من جوي علينا عفنا الاكو والماكو. هل قلت كنا نقول ناخذ الكليشة ناخذ جدر اللحم، ما رضوا بينا. واللي غراض اللي كنا ملفلفين ومحضرين هم ما خلونا اي شيء منا نجيب. اي تحضروا. اي قالوا لا، قالوا لنا المركز المدينه ناخذكم فد استجوابات ناخذ منكم ونرجعكم. شفتوا راح تسافرون لو من شفنا الزوج ماكو مكانه احنا هم خفنا إلنا، لان سامعين دي يسفرون العالم. يعني الجوكم دول قالوا عندنا استجواب أي. لا 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 عادي. من اجانا الاخ حميد واخوه الله يرحمه ما كانوا موجودين بالمدرسه. من اجانا احنا خابرنا قلنا خلي لا يجون للبيت، خلي يطلعون لا يوصلون يمنا. فاحنا من سفرونا حجي غلام ويانا كان، واولادي هم كانوا صغار. اولادي ثلاثتهم ولاده بغداد، بس هسه مع الاسف يكتبوا لهم ولاده ايران. اقول بابا والله ببغداد جايبتهم، فاحد ما يصدق بينا. وثانيا سفرنا من كنا نريد نشيل فد بضاعه من البيت ما كانوا يرضون بينا، قالوا لا عوفوا هذول مو إلكم. حتى اللي احنا اقول لك هيئنا نفسنا، اللي عندنا كان ذهبات ذبيناه بقواطي شاي وحطيناها بسله، والذهبات اللي عندنا همينه عندي كان ابني عمره 9 أشهر ذبيناهن بقواطي مال الحليب الذهب. فمن سفرنا اجينا هنا بعنا ذهباتنا واشترينا بيه البيت. اي اخذنا ويانا ذهباتنا واللي عفناه هيك. لهم تسويقكم طلعوكم من البيت، كانوا الجيران موجودين يباوعون؟ اي طبعا. اي لا بال11 كان 11 الظهر. حتى الدهن مال التمن كنا حاطيه على الطباخ. حتى حماتي قالت خله فرقع التمن، قال بابا عوفي التمن طفيه وطلعي. حتى انا يوم حكيت عليه قلت يا تمن يا بطيخ طلعي بابا دا يريدون يمكن يسفرونا. عفنا البيت هيك على حطه. الجيران شنو كانوا؟ الجيران الله اكبر هوايه تاذونا، وعقب ما سفرنا واخذوا ارقامنا دائما كانوا يخابرونا، دائما كانوا يقولون لنا حتى الشرطه بالليل يدورون فحم البطن مجمداتكم، كيف اللحم البي جايف كان. حتى لهالحد وصل صوركم. وحده من جماعتنا مرت عمنا هناك رايحه مشتريه صورنا، والبضاعات اللي بغداد بعد كل شيء واحد يشتهي كلها تقول جتي وحده اخذتهم منهم اشتريتها منهم واخذتها بفلوس، والمجمدات والاشياء هم كلهن انباعت. اي طبعا نتاذى. احنا كان عندنا انتظار من جده نرجع. احنا حتى زوجي من اجهم قال 8 أشهر وكلنا نرجع العراقيين اللي جايبين الايران كلنا نرجع من جده، بس بعد احد لا رجع ولا شيء. جنوين دينين لقشت ملتان كاملة جور كرد آوارة كريان، أنفال كيمياوي سيدارة وزندان يا خلاط مان بي بخطا وتاوان، نكل نكوتر نماسي دريا كسان وك إيمان راويان نكريا، أرالا خوشي دياريان نيا هرولي كردا بشيان زاريا
منیش فەیلیم بەشم ئەیە بووی گوشلیم بتەکنن بزانن چە بوو. أول مرة أخذونا المركز المدينة. مركز المدينة استجوبوا مني قالوا أنت عراقية، أنت أهلك وين؟ قلت أنا أهلي بمدينة الصدر، فلان أمي وفلان أبويا. قالوا لي أنت إلك حق ترجعين بس أولادك لهم حق ويا أبوهم يرجعون. قلت لا ما أرضى. قال ليش ما ترضين؟ أنت عراقية وأنت أبوك وأمك هنا. قلت لا، فرض ويا أهلي ويا أولادي أروح. فمن قبلت وسقطوا الكارت مالي، أخذوا من عندنا حمويني اثنيناتهم. أبش رأسا وحدوهم من عندنا، قالوا الشباب لازم يتوحدون. وحدوهم من العوائل، من وحدوهم حطوهم بغرفة بباب محجر وحكينا وياهم. قالوا انتم ذولا ما عليكم بيهم، إذا عندكم ملابس مالهم وشايلين وياكم انطوهم إياه. فإحنا هم جنطة كانت عندنا ويانا ملابس، وحدنا ملابسهم الأخوة الاثنين انطيناهم إياه. وثاني يوم مشونا للكاظم، مركز الكاظمية. مركز الكاظمية هم يوم كنا ورا مركز الكاظمية. يعني صدق احنا هيك طلعنا من البيت مصري اجا بشا بحال جهالي، انطيناه فلوس راح اشترى لهم بسكت وهالعصيرات وهالاشياء، جبنا ويانا شلنا. لما جابونا الجراج الامانات عندي 3 كانوا، الصغير مالي كان 9 أشهر، 9 و11. وصلنا جراج الأمانات. من جراج الأمانات جابونا سيارات عسكرية، جابونا المندلي، ملعب المندلي. بملعب المندلي جهالي هالقد كانوا مدللين، كانوا يطلبون أكل من عمهم حج غلام. فعمهم خطية اجى سوى انطى فلوس للشرطي العراقي، الشرطي العراقي راح خطية هو سوى قلنا دجاج وصمون وهالأشياء وجاب لهم إياه حتى يوكلهم لي يبكون. ابني كبير همين عمره 4 سنين كان عنده نقص بالشريان، كان يتضايق بالزحام وهالأشياء. صدق 3 أيام بالطريق كنا لما وصلنا القصر شيرين، الابن 3 مرات على عمه بال ويبس، وعمه ما كان يحركه، كان يخاف يقوم ويتأذى من الزحام. لهالحد لما وصلنا المندلي، من مندلي قالوا لنا بعد انتوا اطلعوا. فاحنا اللي غراض اللي كنا شايلين، اللي قويه كنت بيهم اني وحمايه، الاثنينهم ذول الصغار اخذوهم من عندنا. فبقيت اني وحمايه اللي اصغر من زوجي، كنا نشيل اللي غراض اللي جايبيهن ويانا إلنا. حتى التمن عفناه برا عالجبال عفناه. لما استلمونا الايرانيين، من استلمونا الإيرانيين شكوا بأهلنا، يعني إحنا صداميين. قلنا بابا إحنا مو صداميين، إحنا عراقيين. فهم يعني رحبوا هواية بينا، جابونا البروجد. من بروجد انطونا شادر. مشينا تقريبا ما أتصور، بس جبل فوق جبل كنا نقص. أطفالي هواية عوائل بدون هم شو اسمه أباهاتهم وياهم. فصدق حماية خطية قاموا باجب ذولاك هم، قال لأن ماكو رجال وياهم فما كان يعوفهم. لما وصلنا البروجد تقريبا يومين هم طول. كل مكان كان حتى ذبونا بصومال، حطونا بحسينية. يوم مشي من ليل عليكم؟ لا نهار كان. من وصلنا الصومال جتي هم سيارة عسكرية جابتنا الحسينية. يومهم بالحسينية نومونا، وهم هواية ويانا عوائل بدون رجال، هم يعني حماية هواية قام يدير بال على كلهم. لما جابونا على قصر شيرين وجابونا البروجد انطونا شادر وهواية رحبوا بينا. قالوا خبرونا سفرونا أهلكم، كل الناس يجون. أنا أقول الأمن والله محمد رضا راح، أنا كنت ويا رحل. رحنا لينا قبل شو اسمه
بروجر ترى كفيل سووا جينا لبغداد وطانا بيت يمه وبعدين كان عنده فلوس هنا بيت. من ذاك اليوم لليوم يشتغلوا الحمد لله ومعامل أدنى وكل شيء أدنى. أخذوا اثنين أخوتي حميد وعلي. أنا جينا لي هناك الجراج أمانة هذا داشي لك ذاك هسه خلي أوصل لك وبعدين أوصل. إجوا بعد إجوا للبيت جو سوونا أخوتي حاجة حميد علي أخذوه من أدنى. أنا جينا جو للنفس مدبوم يوم شو اسمه شرطة كاظمية ويوم شرطة هرية ويوم جراج أمانة ويوم من الليل انتقلوا لشو اسمه ملعب المندلي. قالوا لهم يا راح يجي رئيس جمهورية يكون كل شخص $100 $100 دينار ما دينار ما انطاكم سفروهم. اجوا لينا انا ابراهيم اخوي راكب فيلم ابن عمرو ساكننا من ذاك اليوم الى الحمد لله بعد صور لنا معامل وكل شيء. يعني من سفرنا امي ثاري تسمع، امي بمدينة الصدر رأسا ركض تركب تاكسي تجي للبيت. من تجي لبيتنا يقولوا لها ترى مسفرة فاجوارينا خطية. امي ياخذون يمها ويسكتون بيها ويلزموا لها تاكسي يدزوها من جدة لبيتها. ورا مدة لما بعد حصلنا تليفونات وقمنا المخابرات مال توبخانة انفتح رحنا من هناك خابرنا قلنا ترى احنا زينين ولا يضل فكركم. سألوا على الحجي قلنا الحجي هم جاي على هالرنة. تقريبا شهر واكثر. اي وبعد الام بعد امي هسه وبعد بعدي هي فيها هسه وبعد. من دم المسفوك ظلما والسنين من صدى آهات أمي والحنين صرختي يا موطني يا موطني هذا من الفيل يهديك الوتين رغم طاغ رغم جزار ونار يشرق الإصباح له من بعد حين. بحيث أنا عندي أخو صاير شهيد من دزوا العسكرية منطوا بيده أسلحة بس خلوه سايق على سيارة عسكرية ياخذ أرزاق يجيب المهران. من يجي المهران عنده صديقة هم خريجين كلية حقوق هو وصديقه يروح يدوره يقول له شوف صديقي وينه؟ يقولوا له بفلان سنقر ما أدري بالعراق شو يقول ملجأ. يروح يدور صديقه ينزل جوا بالملجأ ويم صديقه يقول له صديقه يقول له من يضرب؟ يقول والله السيد قاعد يضرب. يقول يحط تنكة مالت الدهن 18 كيلو. يقول حطيت التنكة وصعد على التنكة يباوع من الملجأ يشوف السيد منين يضرب. تقول أمي تحلف تقول من طلع قال يا رب العالمين أنا مأمور ومعذور إذا أريد أستشهد خلي بضربة إخوان المسلمين أستشهد ولا أنا أقتل واحد. يقول مع العلم نفس الكلام. يقول أول ما مدرسة تقول رأسا جت رصاصة إلى هنا تقول انذب الملجأ. فمن قهر صديقه اللي وياه كان بالحقوق يقول رأسا لما شالوا جنازته يقول أنا رأسا بالليل طلعت على جبل يقول لما وصل الإيران. من وصل الإيران سمعت قال له فلان جاي الإيران صديق أخوك. فقلت الله يرحمها لعمتي قلت أخذيني دا أشوفه. من رحت الأخ أصلاً ما يشيل راسه كان. قلت يا ربي هذا ليش ما يشيل راسه علي دا يباوعني ويحكي مثلاً أنا أخذ صديقة. من سألت عليه قال لا زين الحمد لله والشكر وكل الزين. لما رجعنا عقب 1 سنة و6 أشهر سمعت أني أخويا مستشهد.
من الخارج دزالي خبر، قالوا انت اخوك مستشهد وياهم كان مظفر. من سالت الاخ قال لي ايه، انا ما قدرت احكي وياك، اخوك هو اندعى من الله ضربه من ايران تروح له، من مسلم يجي له، ولا هو يظلم واحد ويضرب واحد. كان أبو صالح معارض ومقاوم ضد حزب البعث ونظام الحكم البائد، لذلك كان سقوط هذا النظام بعام 2003 هو بمثابة حلم تحقق أخيرا. 60 شهر أنا بالجبهة ندافع، يريد منتظر هيك يوم يجي. رحنا شكلنا وفد من الأكراد الفيلية من إيران وكل شو اسمه خارج العراق، ألمانيا، لندن، أمريكا، جايين هواية 150 واحد شكلنا من إيران. معنا اثنين رحنا، أنا دكتور رمزي، رحنا لكردستان، هناك قعدنا وياه شو اسمه جلال طلباني. بعدين نقلنا ويا مسؤول نقلونا لبغداد باسم الأكراد الفيلية. قعدنا، هذا كان ذاك الوقت مسؤول بريمان رحنا يمنا طلبنا مؤسسة مال الكرد الفعليين، قلنا له يابا احنا نريد واحد شخص من عندنا من الكرد الفعليين لازم بمجلس النواب. قسم من جماعتنا وافقوا، قسم من جماعتنا شيعة ما وافقوا الكرد الفعليين يصير اسامينا ادم، لكن ما اعطي اساميهم. انتهينا. أراد أبو صالح أن يكون للكرد الفيليين دور فاعل في صناعة القرار السياسي بالعراق بعد سقوط النظام البائد مباشرة، لذلك اجى لبغداد وحاول، لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح في وقتها. رحنا قدمنا كل شيء منطون. ليش صار؟ بس أنا استلمت 4 ملايين، انتم ما استلمت قطعة قاهم استلمت، لكن اللي مال بيتنا ودكاكينا كل شيء منطون. قالوا بعد شنو ايش قالوا لك لما انطينا ورقه، قال بعد شو وقت يجي وقت مالتين يدزون علينا، لسه ما دازين علينا، عندنا ملف مسوي. يا سنه مقدم حج عليه 2012. قالوا لي هسه احنا ما جايين قرار انتيكم، من يجي قرار لكل نقي، مو بس انت، مو اني، الاف اكو شو اسمه. بعد غياب أكثر من عقدين رجعت أم صالح لأهلها بالعراق، رجعت الحضن أمها اللي انحرمت منها سنين طويلة بسبب حقد وعنصرية النظام البائد. لحظة اللقاء كانت صعبة ومؤثرة، دموع الفرح بلم الشمل اختلطت بدموع الحزن على العمر اللي فات بالبعد والحرمان. الحجي قال لي انت تقولين ببالي بغداد، شلون ما بالش بيت اهلك؟ قلت والله بعد ناسيه، بذاك الوقت اللي سافرت يعني 27 سنه كان عمري 17، فما ادري. وقفنا يم شرطي مرور، فسالت عليه، قال هاي بتنا وهسه احنا نصعد وياها ونوصلها لبابهم، ليش تقولون انت ما تندلين؟ فوصلوني. لما وصلت اثاري اهل الكوفه يخابر امي ويقول لها ترى هيك بنتك بالطريق وياها عيال. شفت لا، امي محضره اكل ومفارشه، بالثنتين ونص طبينا على امي بالباب واقفه لنا بالثنتين بنص بالليل. شلون استقبلت؟ الله اكبر الله اكبر، خواتي امي خالاتي كلهم متجمعين كانوا بذاك البيت. مأساة هوايه شفنا بعد ذيك الليله للصبح، ما حد ما نام، هواية تأذينا هواية. بس أصدق أولادي من جبتهم عمره 5 سنين، البنية 5 سنين، الولد 4 سنين ما صاير كان، واللاخ سنة ما صاير كان، شهرين قليل. بالنسبة يعني هسه وبعد يحنون للعراق. عندي ابني كل سنة 10 عاشوراء وأربعينية الحسين، إذا ما هناك أصلا ما تدري شو يسوي، لازم يكون هناك. ترجع على لحظه لقائك التوب. اي احكي لنا شلون يعني بالذات هاي التفاصيل اللي الناس تعرفها، احكي لنا تفاصيل السنه. والله يعني هالقد صرخنا وهالقد بكينا،
حتى السايق كيتين احنا لزمنا طبعا. السايقين اثنيناتهم امي رحبت بيهم وقالت طبوا لازم هنا تتعشون والصبح تطلعون منا. حتى ذولاك بشوا بحالنا. ثاني يوم بجوارين كلهم ما قصروا، الكل اجوا بالحلويات الامي. قالت لك امك حكت لك ايش صار بينك بالرياض؟ ايوه تقول كنت دائما اقعد ابكي. تقول من كنت ابكي الله يرحمه اخوي الشهيد. يقول كان يجي يضرب باب الحمام، يما احنا ما لازم ما تهرسين عينك الا بس انت على فخريه، اقل ما الخاطرنا انت انسي فخريه. تقول ما كنت اقدر. امي 3 مرات قشخ اجتي، 3 مرات هلقى الشاطره كانت. قشخ اجتي من السليمانيه جبل على جبل، كانت تجي تمرني ومن جده ترجع، يعني لهالحد. وصدام موجود كان، جريئه كانت امي. رحت لقبر والدي واخويا اللي قالوا لي 3 أيام لازم تبقين. عندي مرت عمي الله يحفظها ان شاء الله، مريض الله يشافيها. بذاك الوقت اللي زوجي وحميني قالوا لازم نرجع ورا 3 أيام، حكت قالت يعني الله ما يرضى، هاي لا اخوها ميت ابوها ميت، خلي تروح للقبر، خلي تزورهم، خلي فد كم يوم تبقى ببيت ابوها. فإلي عافوني كم مده، عافوني ومن جده رجعت. جيت القبر فارقتهم صار لك 25 سنه. ايش حكيت لاخوك؟ الله اكبر. ابو الاب هوايه يعز الاولاد، خصوص البنيه. بعد هو الله اللي يدري ايش سوى له. مرتك كان عايش؟ لا متوفي. اي من سافرت ابويا طيب اي موجود، بس ابو اخويا استشهد ورا اخويا، فقد النظر، ورا النظر تقريبا 2 وتوفى ابويا. يرى أبو صالح أن الكرد الفيليين عندهم مشاكل كثيرة ومعاناتهم جاي تزيد يوم بعد يوم، لذلك الحل من وجهة نظره أن تقوم الحكومة العراقية بتعيين أحد الأكراد الفيليين حتى يكون مسؤول عن ملف الكرد الفيليين بشكل عام، ويعمل على حل كل المشاكل والصعوبات اللي يعانون منها. 3 وزراء أنا كرد فيلي كان عندنا يشتغلون، هم يشتغلون، وإجوا 3 مرات جينا أنا حتى هالمكان انتم كل واحد 100 دينار كل شخص لحد قائله 5000 ورقه اعطيناهم. زمان ولي مالكي بعد من ذاك كل شيء ماكو. هسه الكراد فيلي يروحون ما يسوون شغله مالتهم. هسه انا من دوله رئيس وزراء نريد الملف الكرد الفيليين في العراق او في كل المحافظات لازم شخص كردي مسؤول، مو واحد عربي ما يكتب عشان شو مسوي. كردي يعرف فلان ابن فلان يسوي له شغلات. حاكم هم يريد حاكمين. الملف الكرد الفيليين لازم من الاكراد الفيليه موجودين. عشان حاكم هذا صدام حسين من الحداد خلي يجيبوا. احنا نريد نطلب من دوله رئيس وزراء ومشكلات مع الكرد الفيليين هوايه. كل الناس ماخذين حقهم غير الاكراد الفيليه ما ماخذين. اسم المستعار واحنا كنا من جينا لهنا وما نعطي اسم اصلي مالتنا، اذا نعطي اسم اصلي يجي من ابن عمنا ولد خالنا كلهم اعطينا اسم مستعار. الدولة يدري كل الناس يدرون، لكن هسه قسم البعثيين جايين ما يوافقون على هذا. مشكلة اصلي مالتنا. يعني انا معلوماتي اللي عندنا هسه حاكم، هسه انا سالته شو اسمه، كان حاكم كردي جابونه جايين واحد دليمي شيف من كردي فيلي يدافع على كردي فيلي ما يدافع. خلاص هذا احنا نريد هيك من دولة رئيس وزراء، نريد من مجلس النواب العراقي، من خيرين العراقيين. انا عراقي لو مو عراقيين حقنا لو لا ما نريد زايد، لا تتونا زيتونا حقنا مالك. هوايكم مظلومين بس ما يقدرون يسوون شيء، خصوص هالعيشه، خصوص عيشتهم مآسات. اصلا ما يقدرون مثلا يطلبون للعراق يسوون فد معامله، يمشون معامله هوايه. يعني عالم اعرف هسه مثلا بالنسبه للاخت عندها ابنها يشتغل، هم هي مريضه هم ابنها مريض، عمره 14 سنه كان عنده ضغط. فيعني اذا تطلع وتروح لبغداد تمشي معاملتها هوايه صعبه عليها هوايه. يعني يقول تفتح تجي لجان، تفتح مكتب هنا، يفتح
كذا بالوضع. تفتح هنا يجون يسألون هواية عوائل أكو، هواية عالم أكو ما عندها إمكانيات تروح للعراق. هسه أنا بالنسبة إلي من أروح للعراق كوما أخرج وأرجع. بالنسبة بيت أهلي قدامي، أكلي شربي زيارتي كليته قدامي، هم هواية أخرج. بس بالنسبة لي ما عنده أحد هناك شو يسوي، واللي ما عنده هنا مبلغ اللي يقدر عليه ذاك شو يسوي. لا 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 لا، بس زوجي استلم لي 4 ملايين. باقي التعويضات أبد حتى ذا معاملة للقاع، انطوني القاع، أنا رحت قمت بيه، انطوني القاع وانطوني ورقة قالوا لي استلمي 14 مكان ما أدري 15، قالوا استلمي يا مكان اللي تردين. أنا همين استلمت الوحدة على السناد، ابن خالتي ياخذني للوحدة حتى أعين القاع مالي. فثاني يوم صار اجا داعش، من اجا داعش الله يرحمها بنتي هنا سمعت، قالت امي لازم هسه تلزمون لها سياره تدزوها، ما ارضى امي يصير بيها شيء. من عفت الفايل يم امي مال القاع اجينا لحد الصويره اتصور. السايق اللي امي لزمت لنا اياه هو دائما كان ياخذنا ويجيبنا من اهل بدره. فقلت هذا شنو وليدي هنا؟ قال دول القيعان الحجيه اللي دي يوزعوهن على العراقيين المهجرين، ذن القيعان دي ينطوهم اياه. قلت له عداني هم منطيني قاع واختاريت الوحده. هو هم خطيه قال لي حجيه جايبه الفايل مالتك وياك؟ قلت لا والله عفته يم امي. قال حجيه اذا تريدين اخذك البغداد يم امك نجيب الفايل واروح اقدم لك اياه ونخطط القاع اللي ترديه، وبعدين اخذك البدره. اذا ما لحقنا على مهران، انا عندي اخ خوات عندي تنامين هناك يمنا، وثاني يوم اوصلك المهران. فما رضيت، خفت على مود بنتي، خفت لان بنتي قالوا هوايه حالها متخربط ورايا. فطلعت بعد ما رحت ورا المعامله. احنا الكرات صميمين ومحبه عندنا هم هوايه. طبعا العراقيين هم ما اقول. هسه اني مثلا عندي جوارين مال اهلي كنت صغيره من يومهم طلعت 17 سنه عمري. هسه يعني كوم عمر مني فات، كل ما اروح الكلهم يجون. ايش ما اكو منهم متوفين، ايش ما اكو منهم كبرانين اللي ويانا كانوا بالمدرسه، هم كلهم حلو يجون يأدون بواجبهم. هم العراقيين هم الكراد الفيليه. لا الحمد لله والشكر، ماكو حقد بقلبنا.